السلام عليكم حبيبات هجورة، واش راكم غالياتي؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا رب. نشكر متابعاتي الوفيات اللي دائما على تواصل معايا، وشكرا على الدعم والتعليقات الرائعة والراقية. اليوم حبوباتي حبيت ندل عليكم في حاجة، دعوة خير لأمي الحبيبة أم هاجر اللي ليها كل الفضل بعد ربي سبحانه في كل حاجة وصلت لها ووفقني ربي فيها. حضرت لها اليوم كيك على السريع، درتوا معها الحفلة صغيرة، تقدروا تهزوا هذه الوصفة وتحضروها لأبنائكم هذه الأيام وإحنا على أبواب الإجازة المدرسية، راح يفرحوا بها أكيد. خليكم مع وصفة اليوم، راح تلقاو جديد على انستغرامي كويزين هاجر الشاوية. ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومنتير، فرجة ممتعة. قولي بسم الله حبيبة الجرة. نبداو في المقادير وطريقة التحضير. هنا حبوباتي استعملت 2 كؤوس نتاع فرينة مع نص كاس كاكاو. هنا الكاس اللي راح تكيلو به الفرينة والكاكاو تكيلو به السكر. مهم جدا ان نغربلو كل النواشف باش نتحصلوا على كيك خفيف. حطيت ملعقة كبيرة نشا، ملعقة صغيرة فانيلا، حوالي قرصة ملح، وكيس ونصف من الخميرة الكيميائية. من بعد راح نجي نضيف حبوباتي كاس سكر عادي. الحلاوة تاع هذا الكيك تكون معتدلة. راح نخلط كامل النواشف مع بعضهم غير بالفوي. من بعد راح نجي نضيف السوائل. بالنسبة للسوائل حبوباتي نحطو نص كاس زيت مع بيضتين كاملتين بحرارة المطبخ. أنا حبوباتي هذا الكيك اقتصادي جدا، غير بيضتين نحضروا 4 كيك. من بعد راح نجي ونضيف عليهم كأس من الحليب، ما يكونش دافئ وما يكونش بارد، بحرارة المطبخ. نخلط كامل المكونات، راح نتحصلوا على خليط يكون ثقيل نوعا ما. نضيفوا عليه حبوباتي كأس من الماء الساخن، ما يكونش يغلي بزاف وما يكونش بارد، هكا باش ما يطيبش معاكم هذاك البيض. ونخلط غير بالفوي، ما نحتاجوش الخلاط الكهربائي. نخلط كامل المكونات حتى يمتزجوا ونتحصلوا على خليط متجانس. هنا غاليتي في هذا الوقت حطيت الفرن تاعي يسخن على 180 درجة، ووزعت الخليط نتاعي في المول يدخل للفرن. راح ندخله مدة 35 دقيقة ونخرجوا. كيما تشوفوا غالياتي راح يطيب معاكم. تحطوا هذاك الكوردون في الوسط، تتاكدوا انه ناشف وانه الكيك نتاعكم طاب كامل من برا ومن الداخل. هنا ديموليتو بكل سهوله وهو سخون. وكيما تشوفوا غالياتي ناجحه جدا هذه الكيكه. خليها تبرد شويه، من بعد نغطيها بكيس بلاستيكي وندخلها للثلاجه. في هذا الوقت حبوباتي راح نجي نحضر لا شونتيي تاعي اللي راح نستعملها في المونتاج نتاع الكيك. هنا حطيت 2 كؤوس نتاع لا شونتيي مع ملعقه كبيره كاكاو بني مع كاس حليب بارد جدا. هنا غالياتي كل وحده لا شونتيي تاعها. هنا لا شونتيي اللي استعملتها النوعيه تاعها متوسطه، ادات لي كاس حليب. القوام تاعكم لازم يكون متماسك هكا باش لي غوزاس من بعد اللي تزينوا بهم ما يطيحوا لكمش. هنا طلعت هذيك لا شونتيي حوالي 10 دقائق، من بعد راح نحطها في الثلاجة تعاود تبرد. نجيب هذاك الكيك اللي حضرته نقسمه على 2 كما تشوفوا بكل سهولة. تستعملوا سكين منشاري وتقسموه. ونجيب هذيك لا شونتيي نحطها في كيس حلواني ونوزعها بهذا الشكل. هنا غالياتي هذا الكيس راح يخليكم توزعوا لا شونتيي بطريقه متساويه. من بعد نطاليها بهذه الطريقه ونجيب الطبقه الثانيه نتاع الكيك نتاعي ونحطها. نجيب هذيك لا شونتيي اللي قعدت لي ونوزعها على الوجه والجوانب. هنا تزيين حبوباتي راجع لكم، زينوا كما حبيتوا، تقدروا تزينوا بلا شونتيي ولا بالكلاصاج اي حاجه حبيتوها. انا هنا استعملت لا شونتيي، جات بزاف بنينه هذه الكيكه وجات مشربه، ما كان لا تشربوها لانه فيها الماء الساخن ما يجيش ناشف. انا غالياتي وزعت هذاك الكاوكاو لا محمص المرحي خشين، وزعته على الجوانب. الكيك حضروه في مونطيوه في الصحن اللي راح تقدموا فيه هكا باش يسهل عليكم تقديمه. وهنا راح نجي نحضر الكلاصاج. الكيكه تاعي حطيتها في الثلاجه، استعملت حوالي
200 غرام شوكولا الوجدان باتا غلاسي، الذوق تاعها رائع. ذوبتها على حمام مائي، ضفت لها ملعقتين كبار نتاع زيت وحوالي فنجان نتاع ماء ساخن جدا. هنا راح نضيفوا الماء بالتدريج، راح تعاود تتماسك معكم هذيك الشوكولا، لكن راح تطلق روحها، راح تتحصلوا على لون اسود وراح تكون لماعه. هذا الكلاصاج حبوباتي ناجح 100%. وراح نجيب الكيكه تاعي بعد ما تكون بردت ونحط عليها هذاك الكلاصاج. هنا راح نحي كميه اللي راح نحطها على الجوانب. تقدروا تستعملوا لابوش جوتابل، تحطوا فيها كميه من الشوكولا باش توزعوها في الجوانب، ونحطوا هذاك الكلاصاج على الكيكه تاعنا. هذا الشوكولا بزاف بنينه حبوباتي، تعطيكم ذوق رائع للكيك نتاعكم. وزعت كامل الكميه. هنا مانيش راح نوزعها بالملعقه باش ما تخليليش هذوك اللي تخاص، راح نهزها غير شويه، راح تهبط هذيك الشوكولا على الجوانب باش تعطينا شكل جميل. من بعد راح نجي نوزع الشوكولا بهذه الطريقه، وراح نحطها في الثلاجه مده 10 دقائق ونكمل المونتاج تاعها. هنا حبوباتي تقدروا تقدموها كيما راهي. نتمنى تجربوها حبوباتي في هذا العطله لابنائكم، يديوها معاهم للمدرسه، راح بزاف يفرحوا بها وصدقوني والله غير ناجحه. هنا راح نحط هذوك لي غوزاس بعد ما كتبت فيها بوركت يا حافظه القران وربي يبارك فيك، كل وحده تحفظ كلام ربي. وحطيتها تبرد في الثلاجه، حطيت عليها لي بيبي دو شوكولا وهذيك لا فوي دور، جات بزاف بنينه. وهنا حبوباتي طيبت هذيك القهوه ووجدت هذاك السنين اللي راح تديه الوالده تاعي معها للحفله. نتمنى غالياتي تكون وصفه اليوم عجبتكم، نتمنى من امي الحبيبه تكون راضيه عليا يا رب، وربي يوفقها في مشوارها. نقول لك حبيبتي يا امي، ربي يعيشك ليا وربي يخليك ديما في حياتي، وربي يفرحني بيك ويرزق زياره بيت الله انا وياك ان شاء الله. نقول لكم غالياتي مازالوا وصفات قادمه باذن الله. نقول لكم ما تنسونيش بدعائكم ودعاء لامي الحبيبه. خليوا لي تعليقاتكم الجميله، نحبكم بزاف. الى وصفات قادمه باذن الله، والسلام عليكم.